ناديه. الله، هي ناديه راحت فين يا ماما؟ يعني هتكون فين يا ابني؟ في اوضتها بتذاكر. هي ما بتخرجش من اوضتها دي ابدا. انت يا أستاذ ناديه. ايوه يا احمد. ايه مش هتتعشي بقى؟ انا هموت من الجوع. اتعشوا انتوا، انا قدامي شويه. يا بنتي قومي كلي لك لقمه ويانا. والنبي قولي لها يا ماما، قولي لها على الاقل يعني نفتح نفس بعض. لا يا شيخ، هو انت محتاج لحد يفتح نفسك؟ ما انت نفسك مفتوحه على طول. وبعدين بقى يا ولاد بلاش مناقره. ايه مش دي الحقيقه؟ لا مش دي الحقيقه، بدليل اني متغدي الساعه 3 والساعه دلوقتي 10 بالليل. وما اكلتش حاجه من ساعتها؟ لا طبعا ما اكلتش، امال انا جعان ليه؟ والتورته اللي ماما عملتها مين اللي خلص عليها ساعه الشاي؟ التورته؟ يا شيخ هي التورته دي اكل. والساندويتش اللي قومتني بالعافيه من على المذاكره عشان اعمله لك. ده اصله كان من ساعتين. خلاص يا ولاد الاكل جهز، بطلوا مناقره بقى. طب اتفضل اقعد على السفره اهي قدامك اهي، وسيبني انا ادخل اكمل مذاكرتي. يا بنتي ارحمي نفسك وكفايه. تقولي لها ايه يا ماما؟ تقولي لها ايه غاويه شقه؟ مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ مش كفايه النضاره اللي في وشك دي اللي بقت زي كعب الكوبايه؟ احمد متاسف، هتاكلي ولا لا؟ هاكل سم في شكلك. انا مش عاجبني حال البنت دي يا رحمة. البنت دي لازم تكش فيها شويه. يعني ايه؟ يعني لبسها مظهرها ما يليقش ابدا ببنت في الجامعه. وهعمل ايه بس؟ مش انت اللي بتشجعها بان كل حاجه تطلبها بتشتريها لها؟ انا خايف من كلام الناس، البنت يتيمه وامها ميته، خايف الناس يقولوا انك انت اللي بتقسيني عليها. مش احسن ما يتكلموا عن بنتك يا رحمي؟ يتكلموا عن بنتي؟ انا ما حدش يتكلم عن بنتي ابدا. انا مالي يا اخويا، انا نورت عليك وخلاص وانت حر. الحمد لله الحمد لله. تنحسد ليه بقى؟ انك شبعت. بقى اسمعي يا بنت انت. الله، انت زعلت؟ ما هو له حق يزعل يا بنتي، ما دام بتقولي عليه بياكل كتير. ده يا ماما انا ما بزعلش عشان كده، انا زعلت عشان بتقفل عليا او ما اطلبش حاجه تانية قبل ما انام. حاجه تانية ايه؟ اكل؟ اصل انا الحقيقه كده ما اكلتش الا نص بطن. لا انا داخله اذاكر يا ماما. يا بنتي ما انت قاعده ويانا شويه. لا يا ستي بعدين ياكلني. ما ان يا اختي ما باكلش نواشف. سامعه بقى يا ماما؟ ما انت يا بنتي اللي جايبه لنفسك، دايما مقته نفسك في المذاكره والقرايه، لما بقيتي يا كبدي جلد على عظم. يعني ما ذاكرش؟ لا يا حبيبتي تذاكري، بس مش بالشكل ده. بقى صاحبتك سهير بتذاكر كده. انا يا ماما عايزه انجح بامتياز عشان ابقى معيده، وبعد كده اخد الماجستير والدكتوراه. يا دي الماجستير والدكتوراه، هم دول يا بنتي اللي هتتجوزي بيهم. يا ماما البنت ما بقاش كل تفكيرها انها تتجوز. امال يا بنتي تفكيرها هيكون في ايه تاني؟ بتفكر كمان انه لازم يكون لها دور في مستقبل بلدها. يوه